الحمد لله الذي أظهر شمس الهداية للأنام، ونادى مناديها لم عباد الله إلى رياض الاغتنام. فمنهم من تيقظ فأجاب الداعي فبلغ نهاية المرام، ومنهم من غفل ففاته الخير وكأنه من الأصنام. وسيكون الجزاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أوجب علينا أن نكون به من العارفين، وله من العابدين، وعليه من المتوكلين. سبحانه سبحانه أعطى ومنع، وضر ونفع، وخفض ورفع، وفرق وجمع. فالأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، إن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولقد فرضه الله علينا لغاية معينة ذكرها في قوله لعلكم تتقون. ولذلك فإن ثمرة الصوم تكون التقوى، إنه إعداد وتهيئة. إن الصيام بالنسبة للصائم كمثل زارع تعد له الأرض محروسة لا حشائش فيها، وما عليه بعد ذلك إلا أن يتصرف حسبما يريد، فإن شاء ألقى فيها البذر وتعهده حتى ترعرع ويستوي على سوقه ويؤتي أكله، وإن شاء تركها مهملة تنمو فيها الحشائش من جديد وتعود غير صالحة. فإذا ما تعهد الصائم نفسه التي أعدت بالصوم وانتهى إلى التقوى كان جزاؤه عند الله عظيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هنا كان المعنى العميق للحديث النبوي المشهور: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة غير مرئية ولا تظهر بحركة الجوارح، كما أن الصيام تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب، ولذلك فإن ثواب الصائم لا يعلمه إلا الله. ولقد سئل أحد الصالحين عن هذا الحديث الشريف هذا الحديث القدسي، وهو كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر أعماله حتى لا يتبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقى عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. أيها الأخوة المسلمون، اعلموا أن الصوم على 3 درجات. أولها أن يمسك الصائم عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس وإلى غروبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وهذه هي أدنى درجاته. وأوسطها أن يمتنع الصائم عن شهوتي البطن والفرج ويمنع جوارحه من الوقوع في الحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت
فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأعلاها أن يمتنع الصائم عن شهوتي البطن والفرج، ويمنع جوارحه عن الوقوع في الحرام، وأن يصون قلبه عن كل ما سوى الله تعالى. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصابرون هم الصائمون، في أعلى درجات الصيام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء، ويقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو من فم كافر. ويقول في حديث آخر: للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر في الدنيا، وفرحة حين يرى جزاء صيامه في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثقة بالله، الحمد لله على كل مراد الله، الحمد لله حتى لا يبقى شيء من حمد الله. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي قيوم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في من سواه، ومن أدى فريضة في من سواه ومن أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مسقة لبن. وشهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. فاكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتين اللتين ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتين اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. هذا هو سلوك الصالحين في شهر رمضان العظيم: التوبة الصادقة النصوح، والاجتهاد في أداء الفرائض، والإكثار من السنن والنوافل، والبعد عن محارم الله، والإكثار من الخير والصدقات وتلاوة القرآن وذكر الله، والإخلاص في العبادة والدعاء والصيام والقيام. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والسعيد من تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ولا شك أن شهر رمضان المبارك من نفحات الله سبحانه وتعالى، وليلة القدر من نفحات الله سبحانه وتعالى، والصيام والقيام من نفحات الله سبحانه وتعالى، والعبادة والدعاء من نفحات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. والشقي من فاتته نفحات الله ولم يتعرض لها.
حينما كان يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ارتقى درجة فقال آمين، لما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عليه السلام عرض علي فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين، أي بعد عن رحمة الله. إن جبريل عليه السلام عرض علي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين، أي بعد عن رحمة الله وهلك وضل وشقى كل من أدرك شهر رمضان وخرج من غير مغفرة من غير أن يغفر الله له. ولما ارتقيت للدرجة الثانية قال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. ولما لقيت الدرجة الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما لم يدخله الجنة، فقلت آمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أي سلسلة، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله وتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم اجعلنا من التقائك في هذا الشهر الكريم ومن المقبولين، وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأقم الصلاة.